في حد جه عايز يشتري البنزين، رجل أعمال كبير في أمريكا اسمه محمد الجمل. أنا باقول اسمه عشان هي واقعة حقيقية، وكان حاطط لي $5,000,000 تمن البحث. جاني اتصال إن الدولة محتاجة البنزين ده، فأنا فضّلت لأسباب كتيرة جدًا. أنا عايشة طول عمري وطنية، باحب البلد، جوزي رجل دولة، كلمته وقال لي: "لأ طبعًا روحي للكلية الفنية العسكرية وادّي البحث بتاعِك للدولة." أنتِ عملتِ حاجات كتيرة جدًا، يعني يُعتبر فيها براءة اختراع، زي مثلًا البنزين 80 صح، حصل فيه تطوير، قدّمتِ أكتر من كذا بحث علمي مختلف في مجال هندسة البترول. بتحطّي بنزين 80 بادّيكِ خليط صغير تحطيه في تانك العربية، بيتحول بنزين 80 ل95 دايركت في تانك العربية. إزاي سِت قدرت إن هي تعمل طفرة في مجالها، وخاصةً المجال اللي دايمًا كان بيتقال عليه إن هو مجال للرجالة. كنت أول سيدة مصرية تدخل جامعة القاهرة، وما كانش في بنت دخلت جامعة القاهرة قبلي على مدار ال4 سنين، يعني أولى، تانية، تالتة، رابعة، ما حدش دخل غيري. 3 شخصيات في حياتي: أبويا الله يرحمه دكتور في الجامعة، ووالدتي والسفير. الحمد لله كان دفاع، يعني وقفتهم ورايا وسندهم ليا جاب نتيجة الحمد لله. أول بنت مصرية تنزل حقول البترول. دخلت لرئيس مجلس الإدارة وقلت له: ما فيش قانون يمنع ان انا انزل، والا كان هيبقى في قانون يمنع ان انا تقفلوا الجامعة وما فيش بنات تدخل. قال لي: عندك حق. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا قعدة سياسة. النهاردة ضيفتنا الدكتورة منال متولي. دكتورة منال متولي عملت طفرة كبيرة جدا من أول يوم دخلت فيه كلية الهندسة قسم بترول لحد النهاردة. قدمت حاجات كتيرة جدا هنعرفها مع بعض النهاردة، خليكم معانا عشان هي الأولى في 10 حاجات ويمكن أكتر كمان النهاردة هنكتشفهم سوا. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا وسهلا يا حبيبتي. قولي لنا بقى الأول زي ما احنا بنبدأ، من أنتِ؟ حضرتك اتولدتي سنة كام؟ مين حضرتك؟ مين ولادك؟ مين باباكي؟ مين مامتك؟ دخلتي كلية ايه؟ اتخرجتي من ايه؟ كل تفاصيل حياتك. دخلت كلية الهندسة جامعة القاهرة، اتخرجت سنة 93 من جامعة القاهرة قسم بترول. كنت أول سيدة مصرية تدخل جامعة القاهرة، وما كانش في بنت دخلت جامعة القاهرة قبلي على مدار ال4 سنين، يعني أولى، تانية، تالتة، رابعة، ما حدش دخل غيري. بعد كده بدأت البنات تدخل، ممكن بترول السويس، بس أنا في القاهرة ما كانش في حد غيري. من سنة أولى اتخطبت الدبلوماسي، وسافرت على طول أول ما اتخرجت وخدت المشروع، وسافرت على مكسيكو سيتي. عندي 3 أولاد، ولدين وبنت، بس ما باتكلمش كتير عنهم. عايشين في فرنسا، وجوزي طبعًا كان دبلوماسي، وهو ده عمل لي برضه طفرة في حياتي غير البترول، وكان بيساعدني هُم 3 شخصيات في حياتي: أبويا الله يرحمه دكتور في الجامعة، ووالدتي والسفير. ال3 دول كانوا بيشجعوني إن أنا لازم أكمّل حياتي دراسة، ولازم يعني أهتم جدًا بالناحية الدراسية والأبحاث العلمية. وفعلًا الحمد لله كان دفاع، يعني وقفتهم ورايا وسندهم ليّا جاب نتيجة الحمد لله. باباكي بقى كان بيشتغل ايه؟ ومامتك؟ بابايا كان دكتور في الجامعة، وسافرت يعني عندي سَنة في السعودية، وكل إخواتي اتولدوا في السعودية. وبابايا كان علم نفس، وكان دايمًا يحب يتكلم معايا في مواضيع الناس وأحوالهم النفسية، وكانت رسالة الماجستير بتاعته كان دايمًا يحكي لي عنها إن هي كان نفسيات السجناء والقاصرات، فكان بابايا دايمًا يكلمني عن مجال علم النفس. كنت حاباه جدًا، لكن ما كنتش عايزة أدخل أدبي، كنت عايزة أدخل علمي. فلمّا دخلت علمي، بابايا كان عايز حاجتين: يا إمّا الطِب، يا إمّا الإعلام، وبالذات الإعلام كان مركّز عليه، إن أنا كان عايزني أطلع مذيعة أو إعلامية يعني. ليه بقى؟ لإن أنا كنت باكتب شِعر وأنا صغيرة، وباكتب خواطر ونثر، وكنت طالعة أحسن ناثرة على مستوى المملكة العربية السعودية. فاستخسر فيّا قصة النثر دي، وهو في نفس الوقت نِفْسي إن أنا أدخل كُلّية الطِب.
قعد يجري ورايا في موضوع كلية الطب دي، مش في دماغه بقى إن أنا مختارة بترول. أنا فضلت مخبية لغاية آخر لحظة. طبعًا هو كان بيسافر وبييجي لنا، ف لمّا لقاني دخلت إعدادي هندسة، قال لي: "طب خلاص." هو دايمًا سايب لنا حرية الرأي، فقال لي: "طب خلاص أنا موافق تدخلي هندسة زي ما أنتِ عايزة، بس ادخلي هندسة طبية عشان تجمعي ما بين الطب والهندسة." قُلت له: "حاضر." ولمّا دخلت إعدادي هندسة قُلت أنا هابقى حاجتين، يا بترول يا طيران. طيران ما كانش فيه برضه سيدة مصرية دخلوا فيها، فأنا قُلت أنا عايزة أدخل طيران وأكون أول سيدة مصرية تبقى مساعد طيار أو مهندسة في الطيران. لكن اتقال لي إن لأ، البترول دي بقى ما حدش دخل في مجال البترول خالص، وده كان طبعًا أنا اتخرجت سنة 93، فكنت في التمانينات، أواخر التمانينات وأنا داخلة قسم بترول. كنت محور الجامعة. طبعًا هم فاكرينّي كلّهم ال4 سنين عشان خاطر يعني بنت موجودة وما فيش بنت تانية، وكانت تجربة حلوة جدًا. أول بنت مصرية تنزل حقول البترول. دخلت لرئيس مجلس الإدارة وقُلت له: "ما فيش قانون يمنع إن أنا أنزل، وإلا كان هيبقى في قانون يمنع إن أنا تقفلوا الجامعة وما فيش بنات تدخل." قال لي: "عندِك حق." كنت باتدرب سنة أولى في شركة أوسوكو، فاكرة كانت أوسوكو، وكنت تقريبًا نازلة راس غارب، راس بدران، مش فاكرة. بس هو بعت فاكس وطلب من وزارة الداخلية إن هي تأمِّني، ونزلت فعلًا الfield، ونزلت على البريمة، وركبت البوت اللي رايح على البريمة، وقال لي: "لازم تاخدي تابلت عشان هتشعري بدوار." لكن أنا قُلت يعني لأ، أنا عايزة أكون زيكم، مش هاخد تابلت وهاوصل للبريمة. ووصلت للبريمة، ودي كانت أول مرّة واحدة مصرية تنزل للبريمة. حضرتك بتفكريني بالفيلم اللي كان للرجال فقط. للرجال فقط بتاع سعاد حسني. يعني ده كان تقريبا استشراف للي حصل بعد كده مع حضرتك. دي كانت البداية. يوم ما رجعت من الحقول، اتقدم لي جوزي. أنا كنت طبعًا راجعة حاطة في بالي خلاص أنا نازلة المكان ده مش هاسيبه، أنا هاشتغل في الصحرا. ورتّبت حياتي بقى في طول الطريق وأنا راجعة. كان يوم الأربعاء، يوم الخميس كان متقدم لي جوزي. انا كنت لسه هسألك، هقول لك انت ما كنتش متخوفة؟ يعني فكرة ان الست تنزل تشتغل شغلة رجالة بتقلق، بتخلي إمم. ستات كتير جدا تقلق، تقول ان لا ممكن الراجل يشوف ان ده انا بقيت شبه الرجالة فما ينفعش ان هو يتجوزني او الكلام ده. لكن حضرتك على طول قلتي ان معالي السفير على طول خطبك. يعني كان بيقول لك ايه بعد الخطوبة؟ لأ، هو قبل الخطوبة كان بابايا عايزني أتجوّز عشان خاطر عايز يسافر على السعودية، فعايز يسيبني، فعايز يأمِّن حياتي، وأنا مش عايزة أتجوّز. قال لك ايه بقى السفير لما انت نزلتي؟ السفير كان ذكي جدًا. هو أولًا هو كان مراقبني، بس أنا ما كنتش عارفة إن هو مراقبني. قعد يراقبني 6 شهور. هو كان في وزارة الخارجية، وكان مراقبني بقى وأنا ماشية بالمسطرة وطالعة بالمسطرة، وكنت لسه في إعدادي هندسة، وقال أنا عايز دي. بس سأل عليَّ، فلقى بابايا كان قبل ما يسافر على السعودية مصمم إن أنا لازم أتجوّز، لإنه مش عايز يسيبني لوحدي في مصر، وطبعًا كنت عايشة طول عمري في السعودية. فهو عايزني أتجوّز، وأنا مش عايزة أتخطب، لإن في دماغي أنا عايزة أنزل الصحرا، وبالتالي مش عايزة أرتبط خالص. فاتقدم لي كذا واحد في الفترة اللي بابايا كان أخد تقريبًا أجازة 6 شهور. فاتقدم لي كذا واحد، فكنت حافظة كلام كده باقوله عشان أطفّشه بيها. فقُلت له: "أنت عارف أنا باشتغل إيه، هاشتغل إيه؟" قال لي: "تقريبًا." قُلت له: "لأ، أصل ما فيش بنت اشتغلت في الصحرا قبل كده، أنا هاقعد شهر في الصحرا وأسبوع في مصر، بس كمان جوزي مش هييجي معايا." في ناس كانت بتقول: "طب هنفكّر يا عمي ونرُد عليك." وفي ناس بتسكت كده وتمشي وما تجيش. فجه قبل ما يتقدم لي جوزي، تقدم لي مهندس معماري. دخلت عليه، بابايا قال لي: "ممنوع الكلام نهائي، وده أمر، ولو حصل إنِّك اتكلمتِ مش هيحصل كويس." فدخلت ما عجبنيش، يعني قُلت اللي قبله كان أحسن. فأنا قُلت لازم يمشي، يعني لازم أطفّشه.
فقعدت فقلت له نفس الكلام، انا بقعد شهر في الصحراء واسبوع في مصر وانت مش هتبقى معايا خالص، فما اعتقدش ان انت هتوافق على حاجه زي كده. وقلت في عقلي هو بابايا هيعمل فيا ايه يعني، يعني هيضربني مثلا مره وخلاص، المهم ما ارتبطش بيه. لقيته بيقول بابا بيقول لي انتي مكمله جدا لابني. وبابايا قال له اظن يا ابني انت عايز تفكر. فقال له لا يا عمي انا مش محتاجه افكر، انا موافق. فبابايا حضنه وانبسط جدا ان واحد وافق على الشرط اللي انا قايلاه. وقال له خلاص الجواز يوم كاتب الكتاب يوم الخميس الجاي. انا بقى سافرت على الفيلد يوم الاربعاء. يوم الخميس كان متقدم لي السفير، بس كان سائل على الموقف ده. جيراني قالوا له ده هي حافظه شويه كلام كده بتقوله للواحد عشان تطفشه. تطفشه، وهو الاخير ده هو مش عاجبها ولا مامتها، بس باباها مصمم عليه. قال له يعني هي مش عايزاه؟ لا مش عايزاه، خلاص انا هتقدم. فراح اتقدم يوم الاربعاء وانا في الصحراء. رجعت بالليل المغرب لانه كان الطيران رايح جاي. فوالدي قال لي الله يرحمه، قال لي خلاص احنا اجلنا موضوع قرايه الفاتحه وكتب الكتاب ده لاسبوع وراه عشان في واحد تاني جاي لك بكره. هيتقال له نفس الكلام هو على اساس ان التاني اللي توافق عليه ده كان طيب، فقلت كان سهله يعني ان انا اطفشه. فجه تقدم لي السفير، كان لسه دبلوماسي ملحق، دبلوماسي في وزاره الخارجيه، ومبتسم وقاعد هادي، هو طول عمره كده يعني مبتسم وهادي. فدخلت قلت له انا هكلمك عن نفسي، انا كذا كذا كذا، ومش بنزل الصحراء ومش هتنزل معايا، وهبقى شهر في الصحراء واسبوع هنا. فقال لي ابتسم كده وبص لي قال لي خلصتي كلامك؟ قلت له اه خلصت. هو كلامي مش عاجبك؟ قال لا عجبني بسمعك. قلت له لا انا خلصت. فراح قال لي طيب ماشي، انا هقول لك على انا في 5 دقايق على ان انا اللي انا عايزه اقوله وهمشي على طول. على فكره دي اول مره احكي القصه دي. ده من حظنا بقى. فقال لي اول مره يعني على الميديا. فقال لي انا سمعت عنك بتحبي 3 حاجات في حياتك، الرسم والشعر والهندسه، تقريبا انا هنسيهم لك لو وافقتي عليا، بس هتعملي 5 حاجات في حياتك. شغل، مفيش عندي ستات بتشتغل. هتعملي 5 حاجات في حياتك، هتطبخي وتكنسي وتمسحي وتغسلي وتربي الاولاد، وانا همشي، ولو يوم الخميس الجاي ما ردتوش عليا انا هعتبر ان انتوا رافضين. وراح ماشي مسلم علينا وماشي. انا طبعا كنت في حاله ذهول، ده غريب جدا. قاعده بسمع. ده انا بطفشهم عشان اروح الصحراء، انت هو جاي تقول ذكي، لي هو ذكي هغسل واطبخ واربي الولاد. دي حقيقة. وانا دبلوماسي واللي هتبقي جايه تعملي 5 حاجات في حياتك. وراح سلام يا عمي، لو يوم الخميس الجاي ما ردتش عليا انا هعتبر الموضوع منتهي. وراح ماشي. انا مذهوله ببص، حتى مش قادره اسلم عليه. فهو نزل، فسالت والدتي هو انتوا خدتوا رقم التليفون؟ قالت لي اه. قلت لها طب اتصلي بيه دلوقتي قولي له انا موافقه. قالت لي ايه انت عايزه تفضحينا؟ قلت لها انا موافقه. ده حكم من اول نظره بقى. لا هم في الاول ما كنتش مركزه، لكن بعد ما هو قال لي تك 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 انا موافقه. والاحلام قالت لي طيب انت موافقه؟ طب استني اليوم الخميس. ده مش هستنى اليوم الخميس، ده هيطير مني، انا عايزاه حالا تردوا عليه وتقولوا له انا موافقه. وقد كان. طبعا سالته بعد الجواز بقى انت ما كنتش يعني خايف ان انا ممكن ارفضك او كده؟ فقال لي لا انا درست شخصيتك كويس، قعدت ادرسها مع العرسان اللي تقدموا لك قبل كده وسالت عليهم وتاكدت انت كنتي بتعملي ايه. فلما درست الشخصيه دي عرفت ازاي اتعامل معاها، فلقيت هو ده الطريق الوحيد. لا دبلوماسي. بس هي الفكره ان هو ما خليكيش تسيب الشغل، بالعكس ده هو بيدعمك في شغلك. بس هو ليه قال كده يعني؟ ده سؤال مهم جدا، نفسنا بصراحه كان هو يبقى موجود عشان نفهم منه. لا هو درس الشخصيه، ما فيش حد وقف لها
يعني هو بيقول ان الشخصيه بتاعتي دي اللي هي المراه الوحيده، المراه الاولى، المراه اللي باباها مدلعها، البنت الكبيره فبابايا مدلعني، المراه الاولى الاولى الاولى. فدي ما حدش قال لها لا. فلما اجي انا اقول لها كده حملات شوك، فهبقى انا في مخها. فهو يعني فهو ده يعني الاوبوزيت دايركشن لشخصيه بترفض على طول وكانت حابه نفسها اكتر. فهو حب بقى يحطني قدام الامر الواقع. انا ممكن ارفضك، انا عايز كذا وهرفضك. فانا كنت مستعجبه، يعني انت يعني انت بتحط لي ازاي العقده في ترفضني؟ المنشار ان انا هرفض بالثلث. يبقى انت يعني انت ازاي انت جاي عايز تخطبني وفي نفس الوقت مستغني عني؟ دي اللي عملت لي اهتزازه، وكانت ذكاء منه. لا والله ممتاز، يعني دي قصة فعلا جميلة يعني. طيب دكتورة، أنا عايزة أتكلم معاكي عن الشق الوظيفي الأول. يعني أنت عملتي حاجات كتيرة جدا، يعني يعتبر فيها براءة اختراع، زي مثلا البنزين 80 صح حصل فيه تطوير. قدمتي أكتر من كذا بحث علمي مختلف في مجال هندسة البترول. فأنا عايزاكي تكلميني شوية عن الجزئية دي. إزاي ست قدرت إن هي تعمل طفرة في مجالها، وخاصة المجال اللي دايما كان بيتقال عليه ان هو مجال للرجالة. فكونك ان انت غيرتي او حطيتي بصمة، احنا محتاجين نفهم ده او نعرفه ازاي. لما سافرت مع جوزي، هو بقى طبعا كان عاملها لي بالونة اختبار، فقال لي لا انا يهمني انك تكملي دراستك العلميه. وكان بيوديني لاعلى مراكز تدريبات. اول سفريه ليا كانت مكسيكو سيتي، كان بيوديني في احسن الاماكن اللي اتدرب فيها، حتى في شركات بترول تدريب، لان انا ممنوع ان انا اشتغل في الخارج. حرم الدبلوماسي او حرم السفير ممنوع ان هي تعمل في الخارج عشان ما تبقاش تحت امبريلا غير مصريه. فكان لكن مسموح لي التدريب، فكان بياخدني بيدربني في احسن اماكن في بره مصر. فكنت بتدرب، وانا بتدرب قعدت اقول انه هيجي في يوم من الايام، انا كنت حرم ملحق دبلوماسي وبعدين بقى سكرتير تالت، في يوم من الايام هبقى حرم سفير. طب عايزه اهل نفسي لحاجه زي كده، انه ابقى حرم سفير ليها ناجحه ازاي. فكنت بقى بتدرب بشكل مستميت، بذاكر بشكل كتير كتير جدا، بشوف كل دولة فيها ايه في مجال البترول والطاقة والبيئة والحاجات دي، ايه فيها متميز. يعني مكسيكو سيتي كان فيها كانت جنب البرازيل، البرازيل مهتمية بالبايوفيول عالي، ومكسيكو سيتي كمان. بعدها رحت على نيجيريا، بعدها رحت على ايران. فايران بقى اللي عملت معايا طفرة. يعني كل دولة كنت بروح اتدرب. ايران عملت طفره كبيره في التكنولوجيا، برغم من اني ما عرفتش ان احضر رساله الماجستير في ايران، ولكن كنت بعمل خطف في كل حاجه عبال ما الحكومه الايرانيه ترفض الرساله بتاعتي، اكون لميت معلومات كتيره عن حاجه معينه. مشيت في 3 انواع من الرسالات، فده زادني معلومات اكتر. بعدين ايران رحت على انجولا حرم سفير لاول مره. دخلت معمل هناك اسمه سونانجول. معمل سونانجول كان المعمل الوحيد في أنجولا، ودخلت المعمل ده اتدربت فيه كويس قوي. فكانوا بيستخدموا الباي فول، فكنت بقول دي أنجولا بلد أفريقية ازاي بتستخدم الباي فول وبلدنا لا. بدأت بقى من ساعتها أقرأ كويس في الباي فول، وبدأت أعمل اختبارات كتيرة لغاية ما توصلت بفضل الله. رجعت هنا مصر وعملت مع دكاترة كبار في كلية الهندسة، وبدأت أتعاون معاهم ما بين بره وهنا في المعامل بره وهنا، لغاية ما ربنا وفقني ووصلنا لموضوع براءة الاختراع. الماجستير والدكتوراه، انا دخلت في براءات الاختراع، لكن ما كلمتكيش بقى عن الماجستير والدكتوراه. هو حضرتك خدتيهم من فين وامتى وسنة كام، وكان تخصصك ايه؟ الماجستير خدته في تقريبا 5 سنين، والدكتوراه في 6 سنين. الدكتوراه كانت 2016 2015 2016، وكانت عن تحويل بنزين 80 ل 95، تحويل النفط الكرود اويل ل 95. طبعا دي مشروع قومي
فما كانش في حد مصدق، لان انا مش بحتاج لي معمل تكرير كبير، انا بحتاج لي تانك وبحول البنزين دايركتلي حتى على موتور العربيه، يعني على العربيه التانك بتاع العربيه بتحطي بنزين 80، بديكي خليط صغير تحطيه في تانك العربيه بيتحول بنزين 80 ل 95 دايركت في تانك العربيه. فكان حاجة ما حدش يصدقها ولا حد قدر يتفهمها خالص. كنت بلاقي دايما يعني هجوم في كل حتة، ويقولوا ما طبعا انت عارفة دايما اي انسان بينجح في اي حاجة بتلاقي هجوم عليه وغلوشة، يفضل ناس تغلوش عشان خاطر خايفة ان الموضوع اللي انا عملته ممكن يرفعني في حتة معينة. فالخوف ان منال متولي عملت حاجة وممكن تكون كانت صاحبة ليا، فيبدأوا يغلوشوا. فعلا بدأوا يكتبوا دكتورة الفنكوش دكتورة الفنكوش. فدي حاجة مضايقاني. فكانت الدكتورة دايما تقول لي، الدكتورة بتاعتي الفاضلة الدكتورة فاطمة الزهراء عاشور، هو انت اللي عاملة الدكتوراه لوحدك ولا احنا معاكي؟ احنا معاكي. طب ما هم بيهونونا احنا كدكاترة في جامعة القاهرة. اصل انا كنت مسجلة مع دكاترة جامعة القاهرة، الجامعة البريطانية، وفي معايا كان جامعة الازهر برضو كام دكتور في جامعة الازهر، فكنا مجموعة دكاترة كتيرة، فانا مش لوحدي. فمش معقول انا هكون غلطانة والدكاترة كمان غلطانين. فكانت عندي الضيقة من كده في البداية. يا منال الناس بتعمل كده عشان غيرانة، الناس بتعمل كده عشان غيرانة، فأنا متضايقة. فرحت في حد جه عايز يشتري البنزين، رجل أعمال كبير في أمريكا اسمه محمد الجمل. أنا بقول اسمه عشان هي واقعة حقيقية، وكان حاطط لي 5 مليون دولار تمن البحث. وكان معادي معايا تاني يوم بكرة الساعة 7 في رمسيس هيلتون. جاني اتصال ان الدولة محتاجة البنزين ده، وان انت في نفس التوقيت اللي انت بكرة هتروحي فيه كده، لا الدولة عايزة تقابلك وعايزة البنزين. فانا فضلت لاسباب كتيرة جدا. انا عايشة طول عمري وطنية، بحب البلد، جوزي رجل دولة. فكلمته وقال لي لا طبعا روحي للكلية الفنية العسكرية وادي البحث بتاعك للدولة. فتاني يوم رحت الكلية الفنية العسكرية وقلت لهم على البحث، فقالوا لي هو فعلا ما يتصدقش، شيء ما يتصدقش. فقالوا لي لازم نتأكد من الكلام وبعد كده نعتمد. فعلا قعدنا 4 سنين نلف على معامل تكرير، كل المعامل التحاليل اللي احنا ممكن نوجد فيها كانت تحاليل كتيرة جدا عشان نثبت الكلام. فكانت الأول معامل وزارة البترول، معامل مسترد، معامل غمرة، معامل بعد كده الجيش. طبعا كان الأول الجيش. فالنتيجة بيرفكت كلها. بعد ما خلصنا قالوا لي خلاص احنا هنعتمد ده وهنعمله في براءة اختراع. فقلت لهم عندي ليكوا يعني عندي طلب. الحقيقة هم وافقوا على الطلب. كان الطلب ان انا كنت احب ان شركتي تبقى داخلة في حاجة جميلة انا عملتها وتكون مشاركاني فيها، لان انا بحب شركتي جدا مع الدولة. وبما اني هديت الموضوع ليه ما هديهوش لشركتي كمان. فطلبت ان شركة ميدور تكون من ضمن الناس اللي يبصموا على العقد ده ويقولوا ان البحث ده مظبوط. قالوا لي اوكي. وفعلا رحنا قابلنا رئيس مجلس الإدارة ورحنا المعمل في اسكندرية وبدأنا نشتغل تقريبا 6 شهور أو 8 شهور. خلصنا التحاليل كلها، والتحاليل كلها كانت مطابقة لكل المعامل اللي احنا رحناها. وفعلا ميدور كانت من ضمن وجابت لي التحاليل ومختومة بختم ميدور. وتأكدنا من كل حاجة سواء كان في ميدور، معامل الجيش، معامل مصر، معامل الهيئة والوزارة، كلها أكدت الكلام بتاعي اللي هو تقدري تاخدي الخام البترولي من تحت الارض، تقدري تاخدي بنزين 80 وتحطي عليه خليط صغير ورخيص الثمن يتحول في تانك العربيه لبنزين 95 و92. وبدانا نعمل براءه الاختراع واتعمل لي حفله في شؤون معنويه. وقلت في الحفله دي انا حلم حياتي ان يبقى في ستيشن على قناه السويس، والستيشن دي تكون صغيرة جدا، أوضة صغيرة
أي باخرة جاية من العراق، من ليبيا، من الأماكن اللي انضربت فيها معامل التكرير. يعني العراق مثلا انضربت فيها معامل التكرير بتاعتها، بقى فيها 20%. اللي حاصل إن هم بدأوا عندهم خام كتير، فبيصدروا الخام وبيشتروا المنتجات. طب ما هو يجيب لي الشاحنة بتاعته الكبيرة على قناة السويس ويقول لي نوع الخام ايه، نوع النفطة ايه، وانا في الستيشن الصغيرة دي اعمل ضربية صغيرة واقدر اقول له سيب لي كام سنتي في الشاحنة بتاعتك، في التانك بتاعها لو بياخد مثلا 5 مليون طن كرود اويل، اقول له او نفطة، اقول له سيب لي مثلا 3 4 سنتي في التانك، وبحط له الاضافة وبحط البورتبل ماشين، ويشوف ان البنزين فجأة الكرود اويل او النفطة طلعت فجأة ل 92 او 95. دي هتعمل طفرة كبيرة جدا، وهتبقى مصر مركز طاقة. الحقيقة يعني هم انبسطوا من الفكرة وقالوا طيب احنا هنعرضها وهنشوف هنعمل ايه. وكانت دي البداية كأول واحدة مصرية تخترع البايوفيول في مصر بتحويل النفطة لبنزين 95. كانت واصلة معايا تحاليل لوقود طائرات. والله الستات المصرية قوية وقادرة تثبت ان هي متمكنة في كل المجالات، في العلوم والتكنولوجيا وفي الإدارة والقيادة وكل حاجة. بس حضرتك برضو قدمتي مثال قوي جدا للست القوية اللي تقدر تسترد أموال الدولة من الخارج. احكي لنا بقى حكاية استرداد أموال أسرة محمد علي أو ممتلكات أسرة محمد علي صحيح من اليونان. إيه الحكاية؟ طلعت على قصر الإميريت بنفسي ورفعت العلم المصري، لان احنا على حدود تركيا، وانا كنت عارفه ان بيحوموا حوالين قصر الاميريت ناس كتيره جدا، وكان قصر الاميريت مطمع. معالي النقيب اكتشف انه عدد كبير جدا منهم منتحل لصفه المهندس. كان لينا السبق في كشف بعض الناس وتم نشرهم على صفحه 5 سياسي. يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. عشنا فتره العلم ملوش مكان. انا بقى الفتره اللي جايه كل هدفي اللي اتعلم لازم يتقدر.